ماتش الاهلي والهلال السوداني. لو جينا نعد اهم 5 ماتشات في تاريخ الجيل الحالي للنادي الاهلي، ده هيكون واحد منهم لاسباب كتير، منها مثلا ان ده الماتش اللي يا اما هتصعد يا اما ما تصعدش، او لسبب حاله التخبط اللي النادي الاهلي فيها من ساعه ما رجع من كاس العالم للانديه. الاهلي ككل سواء لاعبين او جهاز فني او حتى اداره، في تخبط في المنظومه كلها. ثالث سبب ان ده ماتش رد الاعتبار قدام افريقيا كلها، وبالذات بعد النتيجه الوحشه جدا قدام الهلال في ماتش الذهاب، او التعادل مع سان داونز هنا في مصر، او الخساره من سان داونز هناك في جنوب افريقيا. وكويس قوي ان رد الاعتبار ده جه قدام نادي الهلال السوداني، سواء بقى عشان هم كسبوك هناك، سواء عشان هي فرقه اقل منك في المستوى اصلا، او عشان الاحداث اللي حصلت هناك ساعه الماتش او بعد الماتش. فاللاعبين مطلوب منهم ايه عشان يرضوا الجمهور بتاعهم؟ مطلوب ان كل لاعب يدي 200% من اللي عنده. اللاعب اللي هيدي 100% بس فهو كده مقصر قدام الجمهور. الجمهور كله كان في حاله سيئه جدا الفتره اللي فاتت، كل اللعيبه دي كانت متسببه في ضغط نفسي وعصبي للجمهور كله، وحالات بقى من الحسابات والتخبط، ويا رب ده يكسب ويا رب ده يتعادل، عاشها الجمهور طول الفتره اللي فاتت دي. فعشان بس تعوض لي الفتره اللي فاتت دي، اشوف ان كل لاعب مموت نفسه ومطلع ضعف اللي عنده في الملعب. ده غير النتيجه، سيب موضوع النتيجه على جنب، لازم الجمهور كده يحس ان اللعيبه بتلعب باسلوب نوعا ما بيعتذروا بيه الجماهير. يلا مش هطول عليك، روح اعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولايك للبيج لو انت بتتفرج على الفيسبوك، ويلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. انا احمد مجاهد وحلقه جديده من بلاي ميكر. تعالى كده نخش في الموضوع ونشوف ماتش الاهلي والهلال السوداني. هل الماتش ده هيكون سهل ولا صعب على الاهلي؟ على الورق هو سهل جدا، لكن في ارض الواقع الماتش هيكون صعب. يعني ايه؟ يعني كمستوى وفروقات بين الفريقين، لا الاهلي اعلى. الاهلي يقدر يكسب الهلال في مصر، الاهلي كان يقدر يكسب الهلال في السودان، لكن كوضع حاصل حاليا لا، الماتش مش هيكون بالسهوله دي لاكتر من سبب. ان الهلال داخل في نتيجتين يصعدوه، والاهلي نتيجه واحده تصعده. الاهلي لازم يكسب عشان يصعد، الهلال يكفيه التعادل عشان يصعد. فدي اول حاجه، الهلال مش مطالب ان هو يكسب الاهلي ولا مطالب انه يسجل في الاهلي عشان يصعد. دي هتكون عامله ضغط على لعيبه الاهلي، وهتكون مريحه فرقه الهلال شويه. سيبك من النقطه دي. الفروقات الكرويه اللي بين الفرقتين اللي انا شايف ان النادي الاهلي متفوق فيها، الهلال عوضها الفتره اللي فاتت بحاجات معنويه. يعني مثلا تعال نحكي كده قصه الهلال في المجموعات. الهلال دخل المجموعه خسر من سان داونز اول ماتش، ثاني ماتش ليه بيلعب الاهلي حرفيا الشوط الاول كان يكسب في السودان. يعني كان لعيبه الاهلي نازله الشوط الثاني الجمهور بيقول يلا الجون جاي امتى. اتفاجئنا بمستوى الهلال والضغط اللي الهلال كان عمله، زيد على كده كميه اخطاء كارثيه من لعيبه الاهلي، ادت لان الهلال يخطف الماتش. يخطف الماتش. الهلال خطف الماتش من الاهلي هناك في السودان. فالهلال بيبص لقى نفسه معاه 3 نقط، الاهلي بيبعد عن الصوره، والهلال عنده الماتش اللي جاي القطن الكاميروني. راح الكاميرون خد اول جول، بيبص لقى نفسه بيرجع في الماتش، بيبص لقى نفسه بيكسب الماتش في الكاميرون. فالهلال بقى معاه 6 نقط ودخل الصوره. كل دي معنويات بتزيد عند اللعيبه والاداره، وبيصدقوا في نفسهم اكتر واكتر، لا ده احنا نقدر، والموضوع ما بقاش صعب ان احنا نقدر. اللي يخليه يكسب القطن هناك يخليه يكسب القطن في السودان. هل قبل بدايه المجموعه دي الهلال كان بيقول انا هروح اكسب القطن في الكاميرون؟ مستحيل. لكن لما اكسب الاهلي دي ادت له دفعه معنويه، لا العب على المكسب في الكاميرون. كسب في الكاميرون، انا كده لازم اكسب في السودان. كسبت في السودان، ومع خساره الاهلي من سان داونز اللي خلته تبعد عن الصوره اكتر، ادت دفعه معنويه اكتر واكتر لنادي الهلال السوداني وهو داخل ماتش سان داونز. لا ده انا اقدر اكسب او على الاقل اتعادل وراح اخطف نقطه من الاهلي في مصر. ده غير التراخي اللي كانت فيه لعيبه سان داونز في اخر ماتش قدام الهلال، ومش هنتكلم عن النقطه دي، مش بتاعتنا، كل واحد حر. اديني سردت لك كده سريعا قصه المعنويات وازاي ان فرقه الهلال صدقت في نفسها ان هي تقدر تصعد من مجموعه فيها الاهلي وماميلودي سان داونز. كلها جت واحده واحده. فالمعنويات المرتفعه دي والثقه في النفس اللي زادت دي هتعوض الفروقات الكرويه اللي بين الهلال والاهلي. فعشان كده بقول لك على الورق مين الاحسن، مين اللي يكسب؟ اهلي يكسب. لكن في الملعب معنويات مرتفعه للهلال تعوض الفروقات، ضغط عصبي كبير على النادي الاهلي ان هو لازم من اول دقيقه يكسب. دي كمان نقطه في صالح الهلال. الهلال مش محتاج انه يسجل اي جوان في الاهلي، محتاج انه يحافظ على مرماه قدام الاهلي، ده كفيل انه يضمن له انه يصعد من مجموعات. دي تدي تقله اكتر لنادي الهلال، فتخلي بقى الفروقات على ارض الواقع بين الاهلي والهلال مش كبير. طيب لو انا جيت اتكلمت كده عن توقعي للماتش او مجريات الماتش هتكون دايره ازاي، زي ما قلت الهلال مش مطالب انه يسجل في الاهلي، فانا شايف ان من اول دقيقه الهلال مش هياخد الريسك. يعني حتى فكره انه يقول لك ينزل يخطف جون ويامن والكلام ده مستحيل تحصل. ليه؟ لان انا معايا عصفور في ايدي، مش هروح ادور على ال10 اللي على الشجره. ايه هو العصفور اللي في ايد الهلال؟ ان يا باشا مش عايز اجوان تخش فيا، فانا مش هروح ادور على ان اكسب، لا انا هستموت ورا. ربنا رزق بمرتده كده ولا مرتده كده، فاول مباشر، كورنر، الحمد لله ما حصلش نصيب، خليني مأمن ورا. والهلال هيلعب اكتر على انه يطول الماتش على الاهلي. كل دقيقه بتفوت على الاهلي والاهلي ما بيسجلش فيها فهي ضغط على الاهلي وثقه زياده بيكتسبها لاعبي الهلال. فده برده سبب ادعى ان الهلال ما يروحش يدور على المكسب او ما يروحش يدور على انه يجيب جون في الاهلي. من اول دقيقه هينزلوا مقفلين ورا، بيلعبوا بتكتل دفاعي رخم، ويعتمدوا على المرتدات في ظهر الاهلي اللي هيكون من اول دقيقه ضاغط.
وعشان كده لازم نتكلم في نقطه ان الاهلي لازم يكون بيهجم من اول لحظه، بس برضه مأمن ورا. ان الاهلي يبقى طالع رامي نفسه كله قدام بالغلطات الدفاعيه اللي بنشوفها بقالنا فتره في النادي الاهلي، ما تنفعش. لازم ابقى رايح، بس وانا رايح خايف على ظهري. يعني الربط بين المساكين والباكات والاثنين ديفندرات او الديفندر او الثلاثه ديفندرات ايا كان، انا مش هتكلم، يعني انا مش هتكلم على تشكيله معينه ولا على لاعبين معينين انا عايزهم في الملعب، لا، ال11 اللي هينزلوا انا متوقع منهم يعني قمه البرفورمانس بتاعهم. ايا كان هينزل مين، لو هيجيب العيال اللي على الدكه، كل اللي هينزل انا متوقع ان انا اشوف اسود في الملعب. اقل من كده حرفيا العقد يتقطع بعد الماتش ده. اي لاعب يأثر ففعلا ملوش لازمه خلاص. اللي ما يستحملش الماتشات زي دي فهو بيقول يا جماعه انا مش قدكم، طلعوني من الليله دي. فالنقطه ايا كان مين اللي هيلعب، الربط بين المساكين والديفندرات اللي قدامهم والباكات لازم يكون بالعقل، ولازم يكون في ربط في التحركات. الباك طلع مين اللي هيأمن وراه، الباكات طلعت، او لو يعني هيلعب بطريقه ان الباكات تطلع لازم يكون في ديفندر واقف مع المساكين، الديفندرات ما تزيدش جامد، الباكات واقفه فالديفندرات تخش تلعب على ال18. ايا كان اللي هيحصل انا مش بطالب ان هي تتلعب بشكل معين، بس اللي بطالب بيه ان نكون خايفين على ظهرنا وانا رايح على الهجمه او انا رايح اضغط. انت مطالب تهجم من اول دقيقه، انت ككوره تكسبهم، انت ككوره تلعب عليهم كوره احسن منهم، بس مش معنى ده ان انا ابقى واثق زياده عن اللزوم في نفسي ان انا اروح اهجم بكل خطوطي، ان انا افتح الدنيا ورا. لا، هجمه مرتده واحده سواء في اول دقيقه ولا في الشوط الثاني ولا ايا كان توقيتها تموت لي الماتش خلاص. هجمه مرتده بجون خلص الماتش. فعلى ايه؟ لا، انا هبقى بلعب لو انا مأمن ورا، انا هبقى بلعب لحد الدقيقه 90 بلعب على امل ان انا تجيلي كوره اخلصها بجون. جون واحد كفيل يودي الاهلي. واللي خدم الاهلي في كده وسهل عليه نتيجه الماتش ده هي نتيجه الاهلي قدام القطن الكاميروني في الكاميرون. دي حاجه تحترم من الجهاز الفني لو كانت مقصوده، وبيتهيالي بنسبه كبيره هي مقصوده، لان الاهلي بقاله في فتره كبيره ما لعبش بره ارضه على انه يكسب بنتائج كبيره كده. هو الراجل كان مركز وعارف ان ماتش الهلال هيبقى صعب، مش الماتش السهل اللي انت تكسب فيه فرق 1 ولا 2، فسهله على نفسه بانه عوض فرق الاهداف وفرق الخمسه اللي الاهلي خسرهم من سان داون، عوضه في ماتش سهل زي ماتش القطن الكاميروني. راح كسب هناك بسكور عالي، بقى كل اللي مطالب منه في ماتش الهلال انه يجيب جول، فهو اوريدي سهل على نفسه المشوار ده. فانا متوقع برضو ان هو هيكون عنده حته التامين الدفاعي، مش المبالغ فيه بس مش الافراط في الثقه او الافراط في الهجوم بشكل يكشف لي الدنيا ورا. انا سهلت الدنيا على نفسي اوريدي. انا كل اللي انا عايزه دقيقه منظمه، اروح بهجمه منظمه في دقيقه 60 ثانيه من ال90 دقيقه كله، اروح اجيب الجون انا صعد. ويا سلام لو الجون ده جه في اول ربع ساعه. الهلال غصب عنه هيبتدي يفتح لك خطوطه عشان هيبتدي يدور على التعادل. ساعتها بقى تقدر تكسب، وساعتها بقى تقدر ترد الاعتبار، وساعتها تقدر ترجع تخوف افريقيا منك تاني. لكن طول ما انت بتجاريهم وبتلعب على الحته اللي هم ساحبينك ليها ان هم يفضلوا متكتلين وانت تنقل الكره حواليهم بره وتلعب على الطويله، انت كده بتصعبها على نفسك بتسهلها عليهم. قدرت تسجل بدري، قدرت تطلعهم من خطوطهم وتفتح الخطوط بتاعتهم دي، لا يا باشا انت هتتفرج على ماتش حلو قوي. هتتفرج على ماتش حلو قوي في جوان كتير قوي للاهلي قوي قوي. ولو مش مصدقني روح اتفرج على ماتش الاهلي والهلال الشوط الاول اللي في السودان. لعيبه الاهلي حرفيا مضيعه جوان في الشوط الاول، يعني تتغرم عليها، مش تتعاقب او تلومها عليها، لا تتغرم ماديا، تخسر فلوس كده على الهجمات اللي ضاعت دي. مش هجمات، دي جوان ضاعت منهم في الشوط الاول. ليه؟ لان الهلال كان فاتح خطوطه وبيلعب بشكل متزن، ويروح عليك ويستناك ويروح عليك ويستناك، فانت قادر تعدي منه وقادر تغلطه وقادر تفرق سرعات عنه وقادر تفرق عنه بدني. فانت لو عرفت توصله للحته دي لا هتروح توصل كتير قوي للجون بتاعه. بس اللي مطلوب برده ان انا لما اوصل اخلص. تضييع فرص ملهاش لازمه هتديهم ثقه في نفسهم اكتر، وهتضغط على نفسك اكتر، وهتحسس نفسك ان انت مش قادر، ودي لو وصلت للمهاجمين فهي كارثه. بس ملخص الكلام بقى، انا متوقع ان شاء الله المكسب هيكون للاهلي. هل المكسب هيكون سهل؟ دي تتوقف على الاهلي قدر يسجل بدري ولا لا. هل الماتش هيكون سهل على الاهلي؟ طيب لا، الماتش مش هيكون سهل على الاهلي، بس اللي انا اضمنه ان انا فعلا هشوف ماتش استموات في الملعب من لعيبه النادي الاهلي. ليه؟ لان اللعيبه حاسه ان هي مقصره، اللعيبه حاسه ان التقصير من عندها، محدش احسن منهم، هم اللي كانت المشكله فيه. والهلال كان قدامه فرصه ان هو يصعد بعيد عن الاهلي، الفرصه رجعت للاهلي. وانا في المواقف اللي زي دي من يوم ما وعيت على الكوره الاهلي ما بيفوتش الفرصه دي. عشان كده باذن الله انا متوقع مكسب النادي الاهلي في الماتش ده. بس يا سيدي، وبكده وصلت لنهايه الفيديو. استنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.